لو معاه 5 قروش ورق جمهورية مصر سنة 1953 مهشرة بعلامة مائية فاروق، فدي سعرها يا جماعة عامل 10000 جنيه. أيوه زي ما بقول لك كده، لو معاك شيلن ورق ولكن مكتوب عليه جمهورية مصر مش جمهورية مصر العربية سنة 1953، دي سعره بيوصل ل 10000 جنيه في حالة الأنصر. بس شرط العملة يا جماعة إن يكون عليها جمهورية مصر بس مش جمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية ملهاش أي لازمة. كذلك من شرط العمرة إن هي تكون مهشرة على العلامة المائية. العلامة المائية عليها تهشير زي ما انتم شايفين كده، تهشير على العلامة المائية فاروق. دي سعرها يا جماعة عامل 10000 جنيه. بس قبل ما اقول لك ايه المواصفات اللي فيها اللي خلتها وصلت للسعر ده، لازم تسمع الفيديو للاخر عشان تقدر تفرق بين اي عملة معاك وبين العملة النادرة اللي انا بقول عليها. وكمان يا جماعة هجيب لكم على 4 اماكن تبيعوا فيها العملات، فاطلب من حضراتكم ان انتم تسمعوا الفيديو للاخر عشان تستفيدوا والناس كلها تستفيد. بس لو انت اول مرة تشوفنا فبطلب من حضرتك ان انت تعمل لنا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. ويلا دلوقتي يا جماعه نخش جوه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم يا جماعه من جديد. النهارده هنتكلم عن 5 قروش الورق المصريه اللي مكتوب عليها جمهوريه مصر المهشره بعلامه مائيه الملك فاروق. ايه اللي خلي ايه القصه بتاعت الورقه ديت وليه سعرها فعلا يا جماعه وصل ل 10000 جنيه لو وصل لحالة الأنصر؟ أما لو هي متداولة يا جماعة فبيبدأ سعرها 1000 2000 3000 تدريجيا لو عليها أي خدوش أو نقرات أو كتابة أو كسرات، لحد ما بيوصل تدريجيا لو وصلت لحالة البنك أو أنصر اللي يوصل سعرها ل 10000 جنيه. إيه القصة بقى بتاعت ال5 قروش أو الشيلين دهوت؟ إيه اللي خلاها غالية كده؟ وقع على الشيلين دهوت هو محافظ بنك واحد يسمى عبد الجليل العمري، وقع عليها عبد الجليل العمري. القصة باختصار ان الشيلين دهوت تم اصداره بعد ثورة 1952. بعد الثورة على طول تم تحويل مصر من الملكية الى الجمهورية، وكان موجود العديد من الورق او البريفكسات اللي هو البنك نوت مرسوم عليه علامة، مرسوم عليه الملك فاروق. كان موجود عدد كبير مرسوم عليه الملك فاروق، ولكن بعد إلغاء الملكية تم إصدار الشيلين اللي مكتوب عليه الدولة المصرية. دي أول شيلين اللي هو الإصدار السادس، وبعد كده تم إصدار الشيلين اللي مكتوب عليه جمهورية مصر دي الإصدار السابع، والاتنين عليهم علامة مائية مهشرة. ليه مهشرة؟ لأن العلامة المائية كانت ساعتها الملك فاروق، فعشان ما يرموش الورق ده راحوا مهشرين العلامة المائية. يعني عملوا إيه زي إيه شخبطة أو نقرشة زي ما انتم شايفين كده، وموضح لكم في قلب الصورة نقرشة على الورقة عشان ما يبانش العلامة المائية بتاعت الملك فاروق، لأن ساعتها اتلغت الملكية وتم إعلان الجمهورية، وتم إصدار منها عدد قليل جدا من الورقة ديت. يعني مش كتير، كل اللي تم إصداره عدد بريفكسات قليل، ودي اللي خلى إن الورقة ديت غالية جدا. لو الورقة مكتوب عليها الدولة المصرية، وعملنا قبل كده فيديو بتاع الورقه اللي مكتوب عليها الدوله المصريه، الورقه لو 5 قروش او 10 قروش مكتوب عليها الدوله المصريه غاليه جدا. طيب لو 10 قروش او 5 قروش مكتوب عليها جمهوريه مصر مهشره برضو، بس شرط العمله لازم يكون مكتوب عليها جمهوريه مصر ومهشره بعلامه مائيه. يعني ايه مهشره؟ يعني منقرشه، وموقع عليها عبد الجليل العمري. تم اصدار الورقه ديت سنه 1953. الورقه ديت قاموا باصدارها في الاصدار السادس والسابع. ليه؟ لان الشعار ساعتها كان اسمه الدولة المصرية، وتم تغييره من الدولة المصرية لجمهورية مصر. تمام. وقاموا بطمس علامة الملك فاروق واظهار تهشير، يعني عملوا تهشير على الورقة. لذلك من مواصفات العملة وشرط العملة اللي هي يكون مكتوب عليها جمهورية مصر، وايضا من مواصفاتها الاساسية جدا ان يكون عليها تهشير في جنب الورقة على العلامة المائية. هي دي العملة النادرة اللي بيوصل فعلا سعرها ل 10000 جنيه، ولو مكتوب عليها الدولة المصرية فهي أندر وأندر، فبيوصل سعرها ل 20000 جنيه. يبقى الورقتين النادرين اللي مكتوب عليها الدولة المصرية وجمهورية مصر، الاتنين دول نادرين جدا. فلو معاك تقدر تصورهم له، بس لازم يكونوا بعلامة مائية مهشرة. بعلامة مائية ايه؟ مهشرة مش عادية، لأن تم الإصدار الثامن وهو مكتوب عليه جمهورية مصر أيضا، ولكن بدون علامة مائية مهشرة، علامة مائية عادية بقى. وديت يبقى الجنب بتاعها بيبقى ابيض. ديت سعرها مش غالي جدا، بيبقى 500 جنيه 600 جنيه، ولكن اللي هي نادرة جدا وبيوصل سعرها ل 10000 جنيه و 20000 جنيه لو هي مكتوب على الدولة المصرية أو جمهورية مصر بعلامة مهشرة. كذلك يا جماعة آخر توضيح، في ناس كتير يقول أنا معايا ورقة من سنة 1940
1940 اللي مكتوب على كل الورق بتاع الشيلن والبرايز ده قانون مش سنة، دي تم إصدار أو وضع قانون لإصدار الورق يسمى قانون 1940 مش سنة الإصدار، لأن تم إصدار ورق 5 قروش و10 قروش ورق في الإصدارات الحديثة سنة 2005 و2006 و2007، وكان مكتوب على 1940 لأن ده قانون مكتوب على كل الإصدارات ولكن الورق كل ورقه ولها اصدار معين. الورق اللي انا بقول عليه ده تم اصداره فعلا سنه 1952 و1953. دي للتوضيح. انا خلصت كل يا جماعه ما يتعلق عن العمله. جه دلوقتي دور ان انا ابيع العمله فين. قلنا مرارا وتكرارا 4 اماكن تبيع فيهم العمله. اول مكان تقدر تبيع فيه العمله تقدر تبيعها من خلالي انا شخصيا. لو انت معاك نفس العمله اللي انا بتكلم عليها، الدوله المصريه او جمهوريه مصر بعلامه مائيه مهشره الملك فاروق، انا اتواصل معايا حالا وانا اتواصل معاك واقيمها لك وناخدها منك لحظه في لحظه. اما لو انت مش عاوز تبيع من خلالها فتقدر تبيع في 4 اماكن اخرى. اول مكان من خلال الاسواق الحره الموجوده في كل من الاسكندريه وموجوده في القاهره، او من خلال الاسواق الالكترونيه اللي موجوده على الانترنت زي جوميا وعلي اكسبريس واي باي وامازون والعديد من المتاجر الالكترونيه، او ممكن تبيعها من خلال المزادات اللي موجوده على الفيسبوك، او ممكن تبيعها من خلال موقع يسمى موقع اولوكس موجود على الانترنت. انا كده خلصت كل ما يتعلق عن شرح العمله. فلو انت اول مره تشترك عندنا تشوفنا فتشترك عندنا في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه، وتشترك عندنا على الفيسبوك وتعمل لنا متابعه. اما لو انت بتشوفنا على اليوتيوب فتعمل لنا اشتراك وتفعل زر الجرس وتعمل لنا سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. هنجيب لكم جميع انواع العملات النادره والشحيحه واسعارها واماكن بيعها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.